السلام عليكم. بالنسبة للحادثة اللي حصلت في كورنيش البصرة، حادثة التحرش الجماعي، يراد لها وقفة وتمعن بهاي الحادثة. هاي الحادثة مو الأولى من نوعها، لا حصلت حوادث مشابهة في مناسبات عديدة في بغداد، في ذكرى إحياء المولد النبوي الشريف، يعني عند أبناء الأخوة أبناء العامة، حصلت في بغداد لأنه عندهم رواية على روايتهم في 12 من ربيع قبل سنة أو سنتين، حصلت حادثة أو حوادث مشابهة. وحوادث تحصل أيضا في ذكرى ميلاد الإمام المهدي سلام الله عليه وإحنا على الأبواب. أيضا يعني يصير تجمعات لبعض العوائل عند بعض الأنهار، بعض المقامات الدينية، فتحصل حوادث مشابهة لهاي الحادثة. فاللي نرجو طبعا رسالتي أن الرسالة الأولى للأجهزة الأمنية أنه إذا تصير هيك مناسبات، يعني نرجو أنه الانتشار واسع يكون، الأجهزة الأمنية الاستخبارات، وأن يتفعل دور شرطة الآداب. واللي نرجوه من العوائل أيضا، يا أخي أنت مثلا قضية رأس السنة الميلادية، إحنا هاي ما ثابتة عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه النبي عيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام انولد في هذا اليوم، ما ثابت في رواياتنا. أنت شك رايح تحتفل بمناسبة ما تهمك ولا تخصك. ثانيا أنت الإنسان اللي تاخذ عائلتك وتروح، يعني بناتك أو أبنائك، لهيك أماكن بيها بعض الشباب اللي ما عندهم لا دين ولا قيم ولا أخلاق ولا أي مبدأ من المبادئ، منسلخين، مشوشة أفكارهم بسبب الإعلام والمسلسلات والأفلام الخليعة. فليش أنت تروح لهيك أماكن وتجيب الضرر لنفسك ولعائلتك، وأنت إنسان يعني محسوب على المسلمين؟ فاللي نرجو أنه من العوائل أيضا عدم الذهاب لهيك أماكن ومناسبات. أكو مناسبات مثل مناسبة رأس السنة ما إلها داعي، مناسبات مو ضرورية ومو مهمة، وربما يكون ضرب للإسلام، بل أكيد أنه يعني هذا شيء ضد الإسلام، هذا الاختلاط وهذا وهاي الحركات اللي تصير بالشوارع. فنرجو أنه عدم الذهاب لهيك أماكن، لأنه هاي احنا حذرنا طبعا بفيديو سابق قبل أيام من خطورة إحياء هاي المناسبة، وأنه أكو تجمعات وأكو أشياء لا أخلاقية وأشياء مو صحيحة تصير بالشارع. فطبعا اللي نرجو أنه الحد من هاي القضية. وأدعو إخواني رجال الدين الخطباء أنه للحديث والنصيحة وإرشاد الناس أكثر وأكثر لخطورة هاي المناسبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.